بسم الله الرحمن الرحيم. برحب بمشاهدينا ومتابعينا في كل مكان ومتابعي صفحة عصام المعلاوي في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بدأنا في بطولة الدوري الممتاز النسخة الجديدة من بطولة الدوري الإيجيبشن ليج، وكانت بالأمس مباراة في أول مباراة في افتتاحية بطولة الدوري كانت أمام طلائع الجيش والبنك الأهلي، واستطاع طلائع الجيش إن هو يفوز على البنك الأهلي بهدفين مقابل شيء. النهارده اليوم الثاني في بطولة الدوري الممتاز، ومباراة في تمام الساعة 4 عصر اللي انتهى أحداث الشوط الأول بتقدم فريق اف زد اف سي على فريق الإسماعيلي بهدف مقابل لا شيء أحرزه اللاعب مصطفى سعد ميسي. ثم في مباراة في تمام الساعة 7 المباراة المهمة والمرتقبة بين فريق النادي الأهلي ونادي المصري البورسعيد. فريق النادي الأهلي عنده غيابات كتيرة النهارده بالجملة، وأيضا مباراة المصري بتبقى مباراة مهمة بالنسبة للأهلي أو المصري بقيادة المدير الفني الجديد لنادي المصري علي ماهر اللي اتدعم بصفقات قوية. وعندك غيابات النهارده في النادي الأهلي، غياب كهربا وغياب حسين الشحات وصلاح محسن ومحمود متولي وكريم فؤاد وأكرم توفيق، ولاعيبه كتيره النهارده غايبه للانذارات والاصابات في صفوف النادي الاهلي. النادي الاهلي طبعا اول مباراه له في بطوله الدوري الممتاز، لابد النهارده النادي الاهلي يحصد على الثلاث نقاط، ويبقوا 3 نقاط مهمين في اول مشواره في بطوله الدوري بعد خساره السوبر الافريقي امام اتحاد العاصمه، وكانت تكون اسهل بطوله بالنسبه للنادي الاهلي في البطولات اللي هي اتحاد العاصمه، اللي بصراحه كانت بطوله سهله جدا للنادي الاهلي. وبعد عودته من خساره السوبر في السعوديه امام اتحاد العاصمه بفوز اتحاد العاصمه بهدف مقابل لا شيء من ركله الجزاء، وكان في بعض الاخطاء التحكيميه. النهارده ان شاء الله النادي الاهلي يصالح جماهيره ويعمل مباراه قويه النهارده وكبيره امام فريق المصري البورسعيدي، ويستطيع ان هو يفوز ويحصد على الثلاث نقاط ويصالح جمهوره. النهارده التشكيل المتوقع النهارده مارسيل كولر، ربما يكون ده التشكيل المتوقع من مارسيل كولر المدرب السويسري. في حراسه المرمى محمد الشناوي، في الدفاع محمد عبد المنعم ياسر ابراهيم، في اليمين محمد هاني، وفي الشمال علي معلول، في الوسط مروان عطيه اليو ديانج، وامام منهم امام عاشور ورضا ستيم وبيرسيتاو وانطونيو موديستا اللاعب الفرنسي المهاجم الفرنسي المنتقل من بروسيا دورتموند الى صفوف النادي الاهلي. كل امنياتنا بالتوفيق النهارده للنادي الاهلي امام المصري البورسعيدي في تمام الساعه 7 مساء على استاد برج العرب، ومباراه مهمه ومرتقبه بين مدربين كبار علي ماهر ومارسيل كولر المدرب السويسري. نتمنى النهارده تكون مباراه كبيره بعد التغيير الكبير جدا في بطوله الدوري الممتاز في موسم 2023 2024 في التصوير. ربما يكون النهارده السنه دي يكون موسم ممتع ويكون موسم مفاجئ للجميع في تغييرات كبيره جدا. نتمنى الفوز للنادي الاهلي النهارده امام المصري البورسعيدي.